السلام عليكم ورحمة الله. انت المحرك عندك موجود بداخله ممرات مخصصة للزيت وممرات مخصصة للمية، والاتنين مفصولين عن بعض تماما. لو الاتنين دخلوا على بعض او اختلطوا ببعض تحصل مشاكل كبيرة. من اهم الاسباب اللي تخلي مشكلة زي دي تحصل هو انه يحصل ارتفاع كبير في حرارة المحرك، وده يسبب تلف في جوان وش السلندر اللي فاصل بين المية والزيت. بالنسبة للممرات المخصصة للمية، ودي اللي هنتكلم عنها، مرتبطة بأجزاء تانية وكلهم بيسموا دورة التبريد. وبما إنك بتمتلك سيارة فلازم تبقى عارف مكونات دورة التبريد وإزاي بتشتغل وأعراض تلفها. هنعرف كل حاجة عن دورة التبريد علشان تتجنب مشاكلها، والموضوع سهل وبسيط جدا وهنشرحه بشكل مبسط جدا من غير ما نتكلم بمصطلحات كبيرة أو غير مفهومة. فتابع معنا الفيديو للآخر بإذن الله تستفيد بكل كلمة هنقولها. ولو انت مهتم بعالم السيارات فبإذن الله تشترك معنا في القناة، لأنك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات موجود في القناة. ولايك للفيديو لو عجبك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن أجزاء السيارة بالتفصيل. الفيديو ده هيظهر أعلى الشاشة وهسيبه في أول تعليق، وعرفنا من خلاله ازاي المحرك بيشتغل من الداخل وعن بعض أجزاء دورة التبريد، بس ما اتكلمناش عنها بالتفصيل. وعلشان الفيديو ما يبقاش طويل هندخل في الموضوع على طول. انت المحرك عندك بيحصل بداخله عملية احتراق مستمرة للبنزين. الاحتراق ده بيرفع حرارة المحرك تدريجيا، فاحنا عايزين المحرك يبقى محافظ على متوسط حرارة معينة تخلي المحرك في المعدل الطبيعي، ولا ترتفع وتعمل لي مشاكل، وفي نفس الوقت برضو ما تنخفضش وتخلي الأداء ضعيف وترفع لي استهلاك البنزين. عايز ياخد حرارة مثالية تخلي المحرك يشتغل في أفضل حالة. وعلشان اخد الحرارة المثالية دي لازم يتحط أجزاء إضافية حوالين المحرك علشان تظبط لي المحرك على الحرارة المثالية اللي المحرك محتاجها. الأجزاء دي هي مكونات دورة التبريد. رقم واحد فيها هي مياه التبريد اللي انت بتستخدمها، ودي نوعها وجودتها يفرقوا معاك، وده هنوضحه أثناء الفيديو. رقم اتنين في دورة التبريد قربة المية، ودي كلنا عارفينها، ودي اللي بنزود منها المية لو نقصت. رقم 3 الريداتير، وده عبارة عن جسم معدني متركب في مقدمة السيارة علشان يبقى قريب من الهواء الخارجي ويبرده. متركب فوق الريداتير مباشرة مروحة التبريد. رقم 4 سرموستات الكوعة أو بلف الحرارة، وده هنتكلم عنه بالتفصيل لأنه مهم جدا. رقم 5 ترمبة المية أو مضخة المية، ومن اسمها يتعرف وظيفتها، ودي بتبقى بالشكل ده كده. الترس ده بيكون بره المحرك وبيركب عليه السير ده علشان يخلي المضخة تلف. والجزء التاني منها اللي هي المروحة دي بتركب داخل المحرك علشان تضخ وتقلب المية وتدورها باستمرار في دورة التبريد كلها، بحيث المية ما تبقاش ثابتة في مكانها، تبقى في عملية دوران مستمر. رقم 6 حساس الحرارة، وهنتكلم عنه بالتفصيل. أجزاء التبريد اللي احنا قلناها دي كلها متوصلة ببعض في دايرة محكمة القفل عن طريق خراطيم ومواسير المية زي اللي قدامنا دي كده. طيب الأجزاء دي بتشتغل ازاي مع بعضها علشان تظبط لي حرارة المحرك؟ وخط سير المية بيمشي ازاي في دورة التبريد؟ المية اللي موجودة في السيارة كلها بتكون باردة، بس مقسومة لجزئين، جزء داخل المحرك مقفول عليه، والجزء التاني موجود في الريداتير. اللي فاصل بين الجزئين حاجة اسمها بلف الحرارة أو بيسموها السرموستات، وده بيبقى شكلها، ودي بتبقى موجودة داخل الجزء المعدني ده. الجزء المعدني ده اسمه كوعة المية، ودي شكلها بيختلف في بعض السيارات زي كده. مثلا دي كوعة مية وجوه منها السرموستات اهي باينة. كوعة المية دي بتبقى راكبة في المحرك من الجنب بالشكل ده كده، وخارج منها كذا تفريعة، منهم واحدة متوصلة بالريداتير عن طريق الخرطوم ده. احنا قلنا ان السرموستات اللي في كوعة المية هي اللي فاصلة مية المحرك عن مية الريداتير، والسرموستات عبارة عن بلف كده شبه السوستة. لما المية تكون باردة بتبقى مقفولة، وأول ما المية تسخن وتوصل لحرارة معينة البلف ده بيفتح، يعني بيفتح مع السخن وبيقفل مع البارد. وعايزين نركز في الجزء ده لأنه مهم جدا، وهيعرفك هل السرموستات دي ملهاش لازمة وممكن نلغيها ولا وجودها ضروري. فهعرفك اللي ليها واللي عليها. انت أول ما بتشغل المحرك الصبح المية كلها بتكون باردة، وبالتالي السرموستات مقفولة، والهدف من قفلها انها تسرع عملية تسخين المحرك
وطبعا بمجرد ما بتشغل المحرك مضخة المية بتشتغل، والمضخة دي بتخلي المية تلف داخل المحرك فقط وما تخرجش بره، لأن لسه المية باردة والسيرموستات مقفولة، فعايزين نسرع عملية التسخين. بتفضل مضخة المية تدور المية داخل المحرك لحد ما توصل حرارته وتسخن لدرجة معينة حوالي 82 درجة. هنا بتبدأ السيرموستات تفتح تدريجيا، وتقوم مضخة المية مخرجة المية السخنة اللي في المحرك وتدخلها تدريجيا على الرادياتير. المية اللي موجودة في الرادياتير المفروض انها باردة لانها مفصولة عن المحرك، فالمية السخنة اللي جاية من المحرك داخلة على الرادياتير بيحصل لها تبريد، وبعد ما تبرد ترجع تدخل تاني للمحرك بس بدرجة حرارة مظبوطة، وبتفضل العملية دي شغالة بانتظام في الدوران طول ما المحرك شغال، وتفضل السيارة محافظة على الحرارة المثالية دي بحيث ولا تزيد عنها ولا تنقص عنها، لأنها لو زادت أو قلت عن المطلوب تعمل مشاكل وتأثير سلبي هنوضحه. أنا هعرفك إمتى تلغي السيرموستات وإمتى تسيبها، وأنا عارف إنك سمعت آراء كتيرة فيها اختلاف، فهعرفك هل ينفع تلغيها ولا ما ينفعش، بس نكمل الشرح تدريجيا الأول علشان الفكرة توصل، وهخليك أنت بنفسك اللي تحدد. إحنا قلنا الرادياتير موجود في مقدمة السيارة علشان الهواء اللي في الطريق يبرده بشكل أفضل، ولو تاخد بالك لو أنت ماشي على طريق سريع هتلاحظ إن درجة حرارة المحرك بتقل كتير بسبب الهواء الشديد اللي داخل الرادياتير وللسيارة. وهنا مروحة التبريد اللي راكبة فوق الرادياتير بتكون مفصولة لأن الحرارة مظبوطة ومش محتاجة مروحة. أما لو ماشي في طريق مزدحم داخل المدينة فبتلاقي درجة الحرارة بترتفع معاك لأن الهواء الداخل للسيارة قليل، ده غير الحرارة العالية اللي جاية لك من السيارات اللي جنبك في الطريق بتخلي الحرارة ترتفع عندك أكتر. وهنا بيجي دور حساس الحرارة ومروحة التبريد. في الطرق المزدحمة لما الحرارة بترتفع على أقصى درجة وهنا السيرموستات بتكون مفتوحة على آخرها، حساس الحرارة بيدي أمر للمروحة إنها تشتغل علشان تبرد المية وتنزلها للحرارة المطلوبة، وبعد كده بتفصل، وبتفضل هكذا المروحة تشتغل وتفصل طول ما انت ماشي في طرق مزدحمة علشان تحافظ على الحرارة المطلوبة. طيب بس انت برضو ما قلتش نلغي السيرموستات ولا نسيبها. ما هو الجزء الأخير اللي احنا شرحناه ده هو اللي هيتحدد عليه امتى نلغيها وامتى نسيبها. أنا عندي في سيارتي السيرموستات موجودة، فعلشان اخد تجربة عملية بحب أسأل اللي جرب، لأن التجربة العملية أفضل حتى لو معلوماتك كتيرة. انت لما بتلغي السيرموستات أو بتشيلها من المحرك عندك، فانت أول ما بتشغل المحرك فالمية مش هيبقى مقفول عليها داخل المحرك، وبالتالي المحرك هياخد وقت طويل لحد ما يسخن لأن الدورة كلها مفتوحة على بعض، والبلف اللي كان فاصل بين الجزئين انت لغيته. وده بيفرق معاك بشكل واضح لو في فصل الشتاء أو المدينة عندك طقسها معتدل أو بارد، وخصوصا لو بتمشي على طرق سريعة، فهنا درجة حرارة المحرك ممكن توصل ل 45 أو 50 درجة، وده معدل قليل جدا عن المطلوب. هتلاقي المحرك بارد والزيت هيكون بارد ومش هيأدي وظيفته بشكل سليم، وده هيعمل ضغط زائد على المحرك وهيقلل استجابته وهيخلي أداؤه ضعيف، وهيرفع معاك استهلاك البنزين بسبب إن المحرك بارد. فهنا وجود السيرموستات ضروري جدا علشان ترفع الحرارة للدرجة المطلوبة. ده بالنسبة لفصل الشتاء أو المدينة اللي طقسها بارد. أما في فصل الصيف أو المدينة عندك طقسها حار، وخصوصا لو بتمشي في طرق مزدحمة باستمرار وانت عندك مشاكل أو تآكل في دورة التبريد، يبقى هنا ممكن تلغي بلف الحرارة. طب لو في فصل الصيف ومشاويرك أغلبها في طرق سريعة، فهنا خليها موجودة وبلاش تلغيها، لأن الطرق السريعة بتبرد الدورة كلها بشكل أفضل سواء في الصيف أو الشتاء. وعلشان تبقى عارف، السيرموستات عيبها الوحيد إنها لو قفشت أو باظت منك وهي قافلة تعمل لك مشاكل. إحنا قلنا إنها وهي باردة بتبقى مقفولة ولما بتسخن بتفتح. لو باظت وحصل فيها صدى وبالتالي مش هتفتح ولا تقفل وهتثبت على وضعها ده بيبقى أنت وحظك، ممكن تقفش وتبوظ في وضع الفتح وممكن تبوظ في وضع القفل. لو قفشت في وضع الفتح فهنا مفيش مشكلة هتحصل، لأن دورة المية هتبقى مفتوحة وكأنك لاغي السيرموستات. لكن لو قفشت منك وباظت وهي مقفولة، فالمية هيبقى مقفول عليها داخل المحرك وحرارته هتزيد عن الطبيعي، وده يعمل لك مشاكل كبيرة في المحرك. يعني معنى كده ان الحالة الوحيدة اللي بتلغي فيها السيرموستات لو مدينتك حرارتها عالية ومشاويرك أغلبها في طرق مزدحمة ودورة التبريد عندك فيها صدى أو تآكل وفيها مشاكل وانت قلقان تقفش منك وهي مقفولة، يبقى هنا ممكن تلغيها.
ولو سيارتك جديدة أو حالتها كويسة يبقى سيبها ما تلغيهاش، لأن الشركة المصنعة حطها في كل السيارات، ولو ملهاش لازمة ما كانتش حطتها في السيارات. وانت ديك عرفت دورها ووظيفتها وازاي بتنظم درجات الحرارة، وهعرفك في آخر الفيديو ازاي تتجنب مشاكلها ومشاكل دورة التبريد كلها. وبصفة عامة حاول تراقب باستمرار درجات الحرارة في شاشة التابلو حتى لو سيارتك جديدة، لأن الحرارة ممكن تعلى معاك لأكتر من سبب، مش لازم بسبب بلف الحرارة فقط. ممكن يكون في تسريب في المية أو محتاجة تتزود، ممكن مروحة التبريد تكون مش شغالة أو بتشتغل متأخر أو بطيئة، ممكن مضخة المية يكون حصل فيها تآكل ومش بتقلب المية وبالتالي الحرارة زادت. في أكتر من سبب يخلي الحرارة ترتفع، فلازم تراقب درجات الحرارة، ومع الوقت هتتعود على كده وهتلاقي نفسك تلقائيا عينك بتيجي على الحرارة من وقت للتاني وتلحق نفسك قبل أي مشكلة. ومش لازم تنتظر لحد ما لمبة الحرارة تنور عندك في التابلو، لأنها لو نورت يبقى كده الحرارة وصلت للخطر ولازم توقف السيارة فورا في مكان مناسب. وأخيرا كده علشان تتجنب مشاكل دورة التبريد وتحافظ عليها أطول فترة، هو إنك تستخدم مياه تبريد ملونة. وعلشان تبقى عارف، انت لو بتستخدم أفضل أنواع مياه التبريد فده مش هيمنع إن مشكلة تحصل، لأن كل حاجة ليها عمر افتراضي. حتى مياه التبريد نفسها ليها وقت وبتفقد خواصها وبتتغير. انت بتستخدم مياه ملونة علشان تاخد عمر افتراضي أطول فترة، يعني بدل ما القطعة تتلف منك بعد سنة، لا تقعد معاك 3 سنين مثلا. بدل ما تمشي عليها 50,000 كيلو متر تمشيك 200,000 كيلو مثلا. فبتحاول تحافظ على القطعة دي أطول فترة ممكنة. ولو أي جزء في دورة التبريد عندك حصل فيه مشكلة أو استبدلته، يبقى حاول تشتري أفضل أنواع موجودة في السوق وابعد عن الأنواع الرديئة، خصوصا مع أجزاء دورة التبريد. وعلشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل، احنا عملنا فيديو قبل كده اتكلمنا عن كل مشاكل وأسباب تسريب المية وازاي تكتشف التسريب وتعالجه، والفيديوهات اللي هتلاقيها في أول تعليق خاصة بدورة التبريد ومرتبطة في فيديو النهاردة وبتكمله. لو انت مبتدئ في عالم السيارات هيظهر على الشاشة حالا قائمة فيديوهات مهمة جدا للمبتدئين مشروحة بشكل مبسط، اتفرج عليها بإذن الله تكون بفايدة. أتمنى أكون وصلت معلومة. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.